السلام عليكم، مساكم الله بالخير. انا صارت لي قصه وحبيت اني اشارككم بهالقصه. انا زوجتي في فتره من الفترات، الان حاليا ترى الان احنا الان في محافظه الجربه، طالعين من هالمحافظه. انا زوجتي نزل وزنها من 60 الى 26 كيلو، وصارت ما تاكل، وصارت لا تشتهي الاكل، وضعفت لدرجه ما تصوروا، حتى ما صارت تمشي، وحالتها كانت من ازدهار في ازدهار. انا عارف بتقولوا لي ليش ما رحت المستشفى يا وائل بزوجتك؟ انا ما خليت مستشفى وما قصروا، لكن حالتها زي ما هي ما تغيرت. فرحت لها المرأة في محافظة جرب بعد بيشة 79 كيلو، اسمها أم سعود، الخالها مزنة. والله 4 جلسات يا عيال، 4 جلسات. إني الآن زوجتي تسولف وتاكل وتمشي، وبدأ حالتها تتحسن، والوزن بإذن الله حيزيد مع الأيام، وصارت حالتها أحسن من أول. أنا استغربت بعد ثاني يوم بدأ حال زوجتي يتحسن. الآن لنا 5 أيام هنا. سألتها يا خالة أنت شي تعالجي؟ قالت يا ولدي الشافي الله عز وجل، لكن أنا يا ولدي أمراض النساء، اللي حملها يتأخر، اللي يجيها مرض في بطنها في ظهرها في عظامها، أنا أقوم باللي علي بالأشياء الشعبية، والباقي الله عز وجل من تفريك وزي يعني غميزة احنا نسميه زي المساج. فهالمرأة تأكدت إنها مبروكة، وإن الله عز وجل بينها وبين الله خبايا. فهالمرأة ما شاء الله وما ألقى شخص إلا يثني عليها. فأنا قلت في نفسي والله ما أخلي هالمرأة إلا أتكلم عنها في كل مكان. وأي واحد يعاني من هالأمراض يا إخوان، أو عنده مشاكل في أهله وما خلى مستشفى، تروح هالمرأة نصيحة مني. وأي واحد حيجرب والله حيصور فيديو زي الفيديو حقي، وحيقول نفس الكلام اللي أنا أقوله، لأن أنا مجرب في بيتي، أنا في أهلي. والآن تشوفونا ماشيين من محافظة جرب، الآن أنا في محافظة جرب، وقفنا هنا نتقهوى ومكملين طريقنا للجنوب، جايينها من جنوب السعودية. والله ان المرأة تستاهل، وبنزل لكم رقمها الحين في الفيديو هذا. تستاهل هالمرأة، ولا تحرموها من دعاتكم، وتكفون يا اخوان. اللي يشوف الفيديو حقي ما يخليه به مكان، انشروا، لعل يا اخي غيرنا مريض وحالته حاله ومسكين ما هو عارف، فيكون شفاء بعد الله عز وجل على يد هالمرأة. السلام عليكم.